اه حبيبي ماشي يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي المشاهدين احبائي الكرام محبي وعشاق كرة اليد في كل مكان، اهلا وسهلا بكم في الشوط الثاني من مباراة الجميلة، المباراة الاكثر من رائعة ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك في دخول للهدف رقم 18 لنادي الزمالك عشان تبقى النتيجة 18-18 وتعادل الفريقين، وفي ظل تواجد الدكتور خالد حمودة رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد والكابتن مروان رجب المدير الفني لمنتخبنا القومي، والكابتن وائل عبد العاطي المدير الفني لمنتخب مصر 96، والكابتن سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات، مع الدكتور مدحت المرغني عضو مجلس إدارة منطقة اسكندرية، وموجود طبعا الكابتن مصطفى الأحمر رئيس جهاز نادي الزمالك متواجد وموجود. أعزائي المشاهدين أحبائي الكرام عبر صفحة يلا يد يلا هاندبول، يلا نستأنف الشوط الثاني ويلا نشوف الحكاية ونشوف حكاية الكاس، حكاية الكاس اللي كله مستني يرفع الكاس، كأس مصر غالية عالية أعزائي المشاهدين، و18-18 تعادل الفريقين، 18 النادي الأهلي مقابل 18 نادي الزمالك، والكرة في جعبة وفي حجرات نادي الزمالك الآن، وفرصة لنادي الزمالك انه يرجع بالمباراة ويرجع من تاني عشان يسطر ويدون من جديد ويكتب بالبنط العريض ان نادي الزمالك هو النادي الملكي. تابع واستمتع وتصويبه، والقائم بيعمل تصدي رائع، ولكن تصدي من الداخل يبقى هدف والتقدم الاول. قلت لحضراتكم ان نادي الزمالك هيعود، اي نعم بيعود من بعيد لكن عاد من جديد. قدر نادي الزمالك عن طريق مهاب انه هو يصوب تصويبه والتقدم الاول. الزمالك متقدم لاول مره منذ بدايه اللقاء اعزائي المشاهدين، وادي على طول لقاء جميل جدا، وفي قرار اداري على لاعبي نادي الزمالك، والزمالك هيلعب ناقص واحد، وفرصه للكابتن عاصم حماد مع كابتن صابر حسين، وهنشوف وهنتابع هيقدروا يستغلوا النقص العددي. الاهلي هيستغل النقص العددي ولا ايه؟ ودي واحده من عبارات القارات، وعلى طول الحارس شابو عبد الله احمد بيعمل لا اعتقد ان ده عبد الرحمن اشرف فعلا بيعمل تصدي رائع، في الدقيقة 4 من أحداث وعمر اللقاء، والدقيقة 4 من أحداث وعمر الشوط الثاني. الأهلي والزمالك مواليد 96 تعادل راح، يبقى ما زال نادي الزمالك، وانا شايف النادي الزمالك متقدم بواحد، شايف النادي الاهلي بيلعب 5-1 دفاع مفتوح شويه، خصوصا ان نادي الزمالك ناقص واحد ب5 لاعبين مواجهه لواجه مع 6 لاعبين، وادي كونتر اتاك ومواجهه هجوميه وهجمه مرتده وتصويبه وهدف على طول من اللاعب مصطفى جمال عشان يبقى التعادل. مباراه جميله، استمتع باللقاء، استمتع بالمباراة أعزائي المشاهدين أحبائي الكرام، في ظل تواجد الاتحاد المصري لكرة اليد المتمثل في الدكتور خالد حمودة وكابتن سعيد عبد المنعم، وموجود المدير الفني كابتن مروان راجب بشاهد المباراة. وادي النادي الأهلي، رجع النادي الأهلي يكشر على أنيابه، ولكن دفاعات قوية من الزمالك، ورجع الزمالك. السرعة، اللقاء حماسي، اللقاء رهيب، اللقاء خطير اعزائي المشاهدين. 19 النادي الاهلي، 19 نادي الزمالك. الاهلي يعبر عن نفسه، الزمالك يكشر على انيابه، الاهلي يسدد، الزمالك يصد، الاهلي بيقول، الزمالك بيرجع يسمع من تاني. اعزائي المشاهدين احبائي الكرام تابعوا واستمتعوا بهذا اللقاء الجميل. كأس مصر يناديكم، كأس مصر ينتظركم، اثبات الذات وتصويبه ولكن في القائم الخارجي. 19 وكرة التقدم للنادي الاهلي، كمل نادي الزمالك، نزل نادي الزمالك، بيحاول نادي الاهلي انه يصوب، ولكن
حكمان اللقاء عندهم رأي تاني، عندهم رد فعل من تاني. الكابتن عربي من القاهرة بيشاهد. وادي هنشوف لسه التعادل سيد الموقف، التعادل سيد اللقاء، تعادل الفريقين. 96 تنطلق وبقوة، 96 تنتظر وبقوة وبفارغ الصبر كأس مصر. أعزائي المشاهدين بيفكر حضراتكم ان ده الدور قبل النهائي، اللي هيفوز هيلعب مع الفايز ما بين الأولمبي والطيران، والخاسر مع الخاسر على الثالث والرابع، والأول والثاني، الفايز من هنا والفايز من هنا. وهنتابع نادي الأولمبي مع نادي الطيران بعد المباراة دي مباشرة، وهنشوف وهنتابع تبادل في الخط الخلفي ومحاولة الاختراق ومحاولة إثبات الذات وتصويبها على طول القائم بيعمل تصدي رائع لنادي الزمالك، والحظ يبتسم للنادي الزمالك. أعزائي المشاهدين وادي العنصر النسائي على طول. يا عيني على اسكندرية، ويا عيني على الأهلي، ويا عيني على الزمالك لما بيبدعوا في المدينة الجميلة، مدينة السحر والخيال، المدينة السكندرية. هنشوف وهنتابع نادي الزمالك متعادل مع النادي الاهلي، ومروا 6 دقائق من احداث وعمر اللقاء، من احداث وعمر الشوط الثاني، والكأس ينتظر نادي الزمالك لاثبات الذات، وليس الدوري هو المهم الان، هو المهم الان الكأس، لان الدوري خلاص اخفق الزمالك شويه والكأس هيرجع. وادي خد كشاف على وشه كده والحكم ساب الفرصه، وادي كونتر اتاك عبر نفس اللاعب هو برضه، ولكن الله عليك، الله يصد بشياكه، صدها بشياكه ومنع هدف بشياكه لنادي الزمالك. وعلى طول نادي الزمالك بيقدم تحيه غاليه، وهو الهدف رقم 20 الزمالك، ولكن الفضل يرجع لمين؟ الفضل يرجع للاعب رقم 16 عبد الرحمن اشرف. يا عيني عبد الرحمن، تصدي ولا اجمل ولا اروع. استمتع بالمباراه، متع نفسك بالمنتخبات والانديه، لان لعيبه منتخبات ولاعيبه انديه. الاهلي ولا اجمل، الزمالك بيرجع يرد، الاهلي بيتقدم، الزمالك يرجع يتعادل، الاهلي بيشوت، الزمالك بيرجع يصد، وها هو الحال. وادي تصويبه وما زالت النتيجه الزمالك 20 الاهلي 19. تقدم المارد الابيض، تقدمت القلعه البيضاء، رجعت القلعه البيضاء مره اخرى لتكتب وتدون من جديد. اعزائي المشاهدين لقاء والاجمل ولا اروع، تبادل في خط خلفي ومحاوله الاختراق ومحاوله اثبات الذات الاهلاويه. الاهلي يعود، الاهلي هيرجع، هنشوف وهنتابع. ادي علي حسن، ادي علي، لسه ما شفناكش يا علوه، لسه ما شفناكش يا ابو علي، لسه ما شفناكش يا عليا، لاعب منتخب مصر رقم 8. وادي تبادل في خط خلفي ومحاولة اختراق وتصويبه وهدف التعادل، تعادل النادي الاهلي. رجع النادي الاهلي اهو، رجع يكشر على انيابه. وادي لاعبي نادي الطيران ولاعبي نادي الاولمبي على طول داخلين، شبهك الواد ده لاعيبه نادي الطيران والاولمبي على طول داخلين بيشاهد الشوط الاول، ورايحين اوضه لبس عشان خاطر يغيروا، عشان خاطر هيكون لهم لقاء مع بعض ولا اجمل ولا اروع، وهنستمتع بالديدي. يا عيني عليك يا ديدي. وادي يا عيني على اسكندريه وكرم اسكندريه. وادي محاوله دخول ومحاوله اختراق لنادي الزمالك وتصويبه، والحارس حارس هنا وحارس هنا وكونتر اتاك، والحارس على طول شابو عبد الرحمن بيعمل دور الليبرو في كره القدم، بيعمل دور ولا اجمل ولا اروع في هذا اللقاء. ويدي الزمالك العوده، الزمالك يعود ليكتب ويسطر ويلون من جديد. اعزائي المشاهدين احبائي الكرام، شابو حارس المرمى، صد واحده على بها فرقته ورجع عمل تصدي رائع وبرضه على فرقته، وما زالت النتيجه 20 النادي الاهلي، زمالك 21. زمالك يعود من جديد، بيعود وعشان خاطر يتسيد ويتصيد. وادي فرصه غاليه، فرصه للتقدم بالهدف الثاني، ولكن على طول الكرة صعبة. وادي علي حسن، يلا يا ابو علي، الاهلاويه مستنيين منك الكتير. وادي على طول، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، عبد الرحمن علي بيرجع بيتعادل 21. طبعا اسره يلا هاندبول بتهني النادي الاولمبي بالفوز بلقب دوري 96 في المحترفين مع الثنائي آل مرسي. وادي عبد الله الديدي هيذيع الطيران والاولمبي، وتمتعوا بالديدي.
كرة ضيعة وما زالت النتيجة 21 والدقيقة 10 من أحداث وعمر اللقاء ومن أحداث وعمر الشوط الثاني. وهدي واحدة بسهولة جدا قدر النادي الأهلي إنه يخترق النادي الأهلي. قلت لحضراتكم مش ممكن. أعتقد إنه عبد الحميد السيد بيستلم كرة في ظل غيابات دفاعية قاتلة من لاعبي نادي الزمالك وسرحان وتوهان. ازاي قدرت يا زمالك انك تعدي كرة زي دي؟ مش معقول، مش ممكن. استمتع بالمباراة، مباراة جميلة، مباراة رائعة. الزمالك يعود، الاهلي بيشوط، الزمالك يصوب، الاهلي بيرجع، الاهلي بيصوب، الزمالك بيرجع. وادي الزمالك دربكة غير عادية. سرحان في الكرة اللي فاتت ودربكة في الكرة دي. وادي الجمهور الالتراس الاهلاوي اعزائي المشاهدين في اسكندرية، بلاد السحر والجمال، بلاد العجائب والغرائب، اسكندرية الجميلة. استمتع بايه؟ استمتع بالاهلي والزمالك. مواليد كام؟ مواليد 96. طبعا الكابتن قاسم وجها لوجه مع الكابتن صابر حسين. وطبعا بنهني، نستغل وجود الاهلي وبنهني عبر صفحه يلا هاندبول، يلا نشوف ويلا نتابع. وادي التهنئه وضرب من علي حسن، ملوش اي لزوم يا علي حسن بيضرب يعني بنيه كده طبعا من الحماس يا علي. طبعا علي بيقول ان انا اتضربت الاول في وشي فانا برد الضربه. طبعا مش مقبول بالمره يا علي. انت لاعب كبير ولاعب ليك قيمتك وليك وضعك في النادي الاهلي وفي منتخب مصر، ما ينفعش انك تضرب واحده زي انت ممكن تبين للحكم. ما زالت النتيجه 23 النادي الاهلي. قلت حضراتكم النادي الاهلي نادي كبير مش هيهدى ولا يسكت الا لما ياخد الكاس. طبعا نادي الزمالك هيستغل النقص العددي وتصويبه بدون عنوان. كرة مهمة راحت من نادي الزمالك في ظل نقص عددي للنادي الاهلي. النتيجة 23 نادي الاهلي مقابل 21 نادي الزمالك. والدقيقة كام؟ الدقيقة 12 من احداث وعمر اللقاء ومن احداث وعمر الشوط الثاني. اعزائي المشاهدين احبائي الكرام، طبعا هيلعب على طول كابتن قاسم، على طول لازم يلعب دفاع متقدم، وبيلعب دفاع متقدم باثنين. دفاع متقدم باثنين لاعبين. وانا شايف تصويبه وبسام السيد متابع المباراه وتصويبه، والقائم بيبتسم في وجه نادي الزمالك وقاطع على الفيرود سنتر والزمالك جات له فرصه مره ثانيه. طبعا مباراه غير عاديه غير اعتياديه. اللقاء ماشي تصويبه بتصويبه، هدف بهدف، تسديده بتسديده، يعني يتعادل مره الاهلي يرجع الزمالك يتقدم الاهلي يرجع الزمالك يتعادل. وها هو الحال في صاله نادي الاولمبي، وهو الحال في المدينه الجميله اسكندريه. وادي كوره عكسيه تصويبه، ولكن مش معقول، مش ممكن. الحظ بيبتسم مره ثانيه لنادي الزمالك ويدي كونتر اتاك، يدي هجوم خاطف ويدي هدف لنادي الزمالك عن طريق مهاب جمال لاعب رقم 10. وعلى طول الكابتن عاصم على طول يحس بخطوره الوضع، خصوصا ان النتيجه 23-22 من احداث وعمر اللقاء، من احداث وعمر الشوط الاول. الشوط الثاني لصالح النادي الاهلي. صابر حسين وهو المدير الفني او المدرب لنادي الاهلي مواليد 96. اعزائي المشاهدين احبائي الكرام، في ظل تواجد الجميل الكابتن مصطفى الاحمر، لاعب يعني والد اللاعب الرهيب، لاعب الساحر الخطير، الساحر المثير اللي بنتمنى له الشفاء ان شاء الله. ربنا يشفيك يا كابتن احمد الاحمر وترجع لنا تاني وترجع يعني تبدع مثلما ابدعت الكثير والكثير. 30 دقيقة هو عمر المباراة، و30 دقيقة هو عمر اللقاء في الشوط الأول، و30 مثلها في الشوط الثاني. أعزائي المشاهدين أحبائي الكرام، ولا زالت النتيجة النادي الأهلي متقدم بفارق هدف، ونادي الزمالك متقدم أو متأخر بفارق هدف 23-22 لصالح النادي الأهلي. ما زال النادي الأهلي يحاول على السيطرة مثل ما سيطر في الدوري، يريد أن يسيطر في الكاس.
ولكن اعتقد ان الزمالك عند راي تاني عن طريق هذا الحارس المخضرم الجميل اللي بيعمل تصدي رائع وهو عبد الرحمن اشرف. تفوز في الدوري يمكن، تفوز في ماتش ودي جايز، لكن تفوز في الكاس هو ده اللي مش جايز يا اهلي. هذه هي الشفرة المبعوثة للنادي الاهلي والمرسلة للنادي الاهلي عن طريق نادي الزمالك. طبعا حبيبة الله حسن بتتابع اللقاء، ويا ريت نهدى في الكومنتات شوية، ويا ريت نهدى يا حبيبة عشان خاطر الناس مع مين يعني هنحاول. عنده شيء سمعت الارضي بس. طبعا كرة مهمة جدا، وادي النادي الاهلي يعود من جديد، يعود النادي الاهلي، يعود النادي الاهلي من جديد اعزائي المشاهدين، عشان تبقى النتيجة 25-22 النادي الاهلي. كلمة السر في التايم اوت اللي طلبه الكابتن عاصم والكابتن صابر حسين. الكابتن قاسم على طول، قاسم ابراهيم بيطلب تايم اوت لنادي الزمالك. بنبارك لكابتن حماده، مبروك الصعود للدوري الممتاز كابتن حماده. ما زالت النتيجه 25 نادي الاهلي. رجع النادي الاهلي وادي استمتعوا بهذه السيده. فعلا الحماس، فعلا الحماس، فعلا الحماس اعزائي المشاهدين، بتنده والصلاه كلها وراها اهي. الله الله كله هنا بيسقف. اهلاويه يعني صميمه. الاهلي انتماء زي ما هو الزمالك انتماء، فالاهلي انتماء. ها هو الحال في صاله اسكندريه اعزائي المشاهدين، اهو الناس كلها هنا بتسقف لها يا عيني. عملت جو غير عادي في الصاله، شعللت الصاله، ولعت الصاله، يعني عملت جو غير عادي. شابوه. طبعا الكره جمهور، الكرة جمهور، سواء كرة اليد جمهور او كرة القدم جمهور او كرة السلة كرة الطايرة. الجمهور هو اللي بيصنع المستحيل، وادي هنشوف المستحيل هيتصنع عبر ايادي الزمالك ولا ايادي النادي الاهلي. الكاس تنتظركم، الكاس في انتظاركم اعزائي المشاهدين احبائي الكرام. مواليد 96 رجال او مواليد 96 شباب زي ما بسموهم، وانا بسميهم رجال لانه خلاص الله اكبر عليهم، نضجوا ورجعوا من تاني. وادي الاهلي بيرجع من تاني، وكونتر اتاك وهجمه مرتده سريعه، والهدف ال 26، هدف ال 26 القاتل، هدف 26 القاتل، عشان تبقى النتيجة 26 النادي الأهلي مقابل 22 نادي الزمالك عن طريق اللاعب رقم 6 حسن خليفة. رجع حسن عبر عن نفسه. وادي الزمالك هيقدر يا زمالك، هتقدر يا زمالك، قدر الزمالك أعزائي المشاهدين أحبائي الكرام. اتمتع ومتع نفسك باللقاء والمباراة أعزائي المشاهدين أحبائي الكرام. كان أحرز الهدف يوسف إبراهيم. ما زالت النتيجة أعزائي المشاهدين نادي الشياطين الحمر 26 والزمالك 23. وادي محاولة دخول والنادي الاهلي بيرجع ويعود. النادي الاهلي بيعبر ولكن هذا الحارس الجميل قدر يصد ويعمل هجمة مرتدة سريعة وكونتر اتاك، وممكن يكون هي فيها الشفا عن طريق اللاعب احمد عماد. بياخد ويرجع بالزمالك مرة تانية 24-26 اعزائي المشاهدين. قرب الزمالك من الاهلي بطل يعني من ابطال الدوريات والكؤوس المصريه. طبعا بالنسبه اللي بيقول انا بفرح مع الاهلي والزمالك، يعني سواء اهلي او زمالك احنا بنشجع الكره الحلوه واللعبه الحلوه. وادي واحده حلوه للزمالك الحلو، وادي هي وهدف. ورجع الوحش، رجع الغول. الزمالك رجع من بعيد ولكن رجع من جديد ليكتب ويسطر ويلون بالبورت العريض انا المارد الابيض اعزائي المشاهدين احبائي الكرام عن طريق اللاعب رقم 18 احمد عماد مرة تانية. عملها عماد مرة تانية، رجع عماد مرة تانية بالقلعة البيضاء.
هل القلعه الحمراء، هل النادي الاهلي هيقدر يسيطر على الامور، خصوصا ان فرق جون؟ كوره مهمه جدا. الزمالك بيلعب ايه؟ بيلعب 5-1، دفاع مفتوح وتصويبه وهدف. هدف جميل يا عيني، يا عيني على الاهلي وجماله، يا عيني على الاهلي وحلاوته. الله على الاهلي، الله الله على الاهلي لما بيرجع من تاني. ادي النادي الاهلي بيعبر عن نفسه، بيعبر عن شخصيته عن طريق احمد هشام، ويبقى النتيجه 27 مقابل 25. كوره مهمه جدا لنادي الزمالك، وهي في الدقيقه 18 من احداث وعمر اللقاء ومن احداث وعمر الشوط الثاني اعزائي المشاهدين. ولتصويبه وتصدي من حارس المرمى احمد عبد العزيز. تبادل في الخط الخلفي لنادي الزمالك، وكوره مهمه جدا لنادي الزمالك. لو جت هترجع الزمالك من تاني، كوره هتخلي الفرق جون. وادي يحيى خالد يصوب، لاعب نادي الزمالك لاعب نادي المنتخب المصري، في ظل تواجد الدكتور خالد حموده وكابتن مروان رجب والكابتن وائل عبد العاطي والكابتن سعيد عبد المنعم والكابتن مدحت المرغني والكابتن مصطفى الاحمر. طبعا على عكس الناحيه الثانيه كابتن عاصم حماد متواجد وموجود. حكمي اللقاء الكابتن عمرو الخطيب والكابتن ايمن عبد العليم. وتصويبه ولكن بلوكات النادي الاهلي القاتله. عبد الرحمن علي بيعمل حائط صد جميل جدا عشان يحافظ على شباك النادي الاهلي. 27-25. النادي الزمالك بيحاول، نادي الزمالك يقاتل، نادي الزمالك يستحوذ على الكره منذ فتره ويبحث على الباسورد. مين معاه الباسورد؟ مين معاه فك الشفره؟ مين معاه التصويبه؟ وادي واحده من عبرات القارات، وعلى طول كان رافع سلبي وكان لازم تصوب وكان لازم تتسدد. الدقيقة 20 من أحداث وعمر اللقاء ومن أحداث وعمر الشوط الثاني أعزائي المشاهدين عبر صفحة يلا يد، يلا هاندبول، يلا نتابع ويلا نشوف ايه اللي جرى وايه اللي تم. وبنفكر حضراتكم ان مرتبط مواليد 96 في الدوري المصري ان الاولمبي رقم 1 وبعديه سبورتنج وبعديه النادي الاهلي، ويحتل الزمالك المركز 11. ودي فرصة للزمالك ان هو يعوض ويرجع من المباراة من تاني ويرجع للبطولات من تاني. والاهلي يعود، الاهلي يعود باللاعب رقم 7 احمد هشام. والدقيقة 20 والنتيجة 28-25. يا عيني على الاهلي، يا عيني على الشياطين الحمر يتشيطنوا في استاد اسكندرية في النادي الاولمبي المصري. وادي دخول ومحاولة اثبات الذات. انا شايف ان الحماس عالي في النادي الاهلي اكتر من نادي الزمالك بفارق 3 اهداف. رجع النادي الاهلي تاني لفرق 3. اختراق وعلى طول لازم يبقى فيها قرار اداري، وفعلا قرار اداري اعتقد على عماد على اللاعب رقم 7 احمد هشام. خد قرار اداري، ودي فرصه لنادي الزمالك انه يرجع بالمباراه ويرجع يثبت نفسه زي ما ثبت نفسه في احداث وعمر اللقاء وفي احداث وعمر الشوط الاول. يرجع يثبت نفسه في الشوط الثاني. وادي واحده الوينج رايت، ومش معقول كره بدون عنوان كانت مهمه جدا في ظل النقص العددي والتناقص العددي لنادي الاهلي. وهيرجع النادي الاهلي مره ثانيه، يعني كره مهمه جدا. وطبعا الكابتن يعني الجميل ومعلقنا واسطوره التعليق في مصر والوطن العربي الكابتن خالد خيري، يعني بنبعت له كل التحيه. وطبعا ما نقدرش كابتن خالد خيري، ما يعني احنا بنتعلم من حضرتك كابتن خالد، اسطوره من اساطير التعليق في مصر والوطن العربي كله. في ظل الكلام عن جمال وروعه الكابتن خالد خيري، احرز نادي الاهلي هدف رقم 29 اعزائي المشاهدين عشان تبقى النتيجه 29-25. وتصويبه. وادي هدف غالي. وتذكروا بقول لحضراتكم ليه الهدف غالي. معلش هدف غالي، وقلت لحضراتكم هذكركم ليه الهدف ده
غالي علشان خاطر المباراة يعني مش مستحملة. الدقيقة 22 من أحداث وعمر الشوط الثاني. الهدف ببطولة، وادي هدف كمان ببطولة، هدف ببطولة من اللاعب الجميل اللاعب رقم 2 عبد الرحمن أحمد. 30-26 يعني الهدف ببطولة، الصفارة التحكيمية أيضا ببطولة، التصويبة وصدة الحارس ببطولة، وهي ببطولة كأس مصر. أعزائي المشاهدين أحبائي الكرام، وتابعوا واستمتعوا على المباراة الجميلة. أنا شايف إني مباراة يعني أعتقد هنقول شابوه للفريقين، سواء الأهلي فاز أو الزمالك فاز، والزمالك بيرجع أهو، الزمالك بيرجع أهو عن طريق اللاعب رقم 9. هنشوف مين رقم 9. عبد الرحمن عزام رجع عزام من بعيد وحطها من فوق دماغ الحارس، وموجوده مدام عبير عقيل عضو مجلس اداره نادي الطيران. تبادل المراكز ودخول للنادي الاهلي، يا عيني استمتع بهذا الحارس الزملكاوي الصميم، قلب اسد عبد الرحمن اشرف، ولكن في واحد تاني قلب اسد اهلاوي على طول بيصوب اللاعب رقم 27 عبد الرحمن السيد. دانت مدفع 9-52 على طول، 9-52 الماني، وهي الدانه المدفعيه على طول بيطلقها من ايده لاعب نادي الاهلي عشان تبقى النتيجه 31 الاهلي 27 الزمالك. ارجع يا زمالك، ها هو الشعار القادم في اللقاء، ها هو الشعار القادم في المباراه. اعزائي المشاهدين احبائي الكرام، تبادل في خط خلفي، وانا شايف ان النادي الاهلي بيطلع يهدد كده من عند الفريويد سنتر، وعارفين خطوره ايمن، ووادي تصويبه وما بين رجلين الحارس، ولا اجمل ولا اروع، حطها كده يعني بليسنج ما بين رجلين الحارس اللاعب رقم 9 عبد الرحمن عزام، وياخد اللقطه وياخد الكادر. وانا شايف نادي الزمالك بيلعب 3-3 دفاع مفتوح، 3-3 التشكيل والاخراج والانتاج هنشوف بس مين اللي نزل، يعني هنشوف، هنحاول نجيب لحضراتكم مين في لاعب نزل ما جنداش اسمه. تصويبه للنادي الاهلي عن طريق علي حسن، رجع علي يعزف ويقول من جديد انا موجود بالهدف رقم 32-28 عشان تبقى النتيجه 32 النادي الاهلي الزمالك 28. الدقيقه 24 ونص من احداث وعمر اللقاء، ومن احداث وعمر الشوط الثاني، والنادي الاهلي يعني رجع ان هو يسيطر على المباراه زي ما بداها. وادي الزمالك بيرجع اهو على طول، لازم 7 متر ودقيقتين، 7 متر ما فيهاش نقاش. خد الكره في لحظه التصويب، دقيقتين على عبد الرحمن احمد، وهيروح طبعا هيروح بالتخصص مهاب جمال وجها لوجه مع محمد عصام طيار. وادي مهاب ولا عصام ولا مهاب، وادي مهاب ويصوب ويرجع اهو. قلت لحضراتكم الزمالك بيرجع من بعيد ولكن بيرجع من جديد، المهم انك ترجع يا زمالك. 29-3 او 32 3 على مسؤوليه وعلى اخراج وعلى انتاج الكابتن قاسم ابراهيم، وهو متحمل المسؤوليه في اللقاء ومتحمل المسؤوليه في المباراه. الكأس يناديكم، الكأس ينتظركم اعزائي المشاهدين احبائي الكرام، محبي وعشاق كرة اليد في كل مكان. استمتعوا بهذا اللقاء الحماسي، استمتعوا بهذا اللقاء المثير عبر صفحة يلا يد، يلا هاندبول، ويلا نتابع، ويلا نشوف الهدف الرائع. هدف رائع من مين؟ هدف رائع من الرائع محمد يحيى بيرجع للمباراة، والزمالك على طول رد فعل قوي من الزملكاويه. هتحط جون، هتصوب، هنضرب، هنكسر على رأي الفنان عادل امام طبعا بلغة الهاندبول. هتحط جون فيا، هحط جون فيك على طول، مش هستنى ولا هصبر عليك، على طول. 33 3 اهداف فارقة. وادي علي ابو علي بيروح على الهاف سنتر، محاولة الاختراق من النادي الاهلي.
ادي ابو علي اهو يعني بيعمل مباراه جميله، وادي الجميل محمد يحيى. يا سلام على النادي الاهلي وجماله، يا سلام على النادي الاهلي وحلاوته وشياكته. نادي الزمالك بيبحث عن الباسورد، بيبحث عن الايميل عشان يفك الشفره ويفك الموضوع، والدقيقه داخله على 28 والنادي الاهلي متقدم 4 أهداف. وكره مهمه لنادي الزمالك ضيع ولكن انقذ الموقف على طول. الحمد لله انقذنا الموقف عن طريق عمرو الخطيب وايمن عبد العليم. زملكاوي كنت باللون الابيض ام اهلاوي باللون الاحمر، لازم تكون استمتعت بهذا اللقاء الجميل. وادي الجميل ولكن حارس المرمى محمد عصام يتقمص دور ويتقمص شخصيه السوبرمان السوبر ستار في هذه اللقطه اعزائي المشاهدين، وصد هدف جميل جدا 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 عشان يحافظ على تقدم النادي الاهلي ب4 أهداف. والدقيقه داخله على كده يعني نقول 28 من احداث وعمر اللقاء ومن احداث وعمر الشوط الثاني اعزائي المشاهدين احبائي الكرام. وادي واحده على الفرويد سنتر وتصويبه على طول النادي الاهلي بيرد بهدف غالي وهو ممكن يكون فرق 5. واعتقد ان الدقيقه يعني 28 وتصويبه على طول يرد نادي الزمالك. 25 النادي الاهلي مقابل 35 النادي الاهلي مقابل 31 النادي الزمالك. والدقيقه داخله كده على يعني 28 33 ثانيه بالظبط اعزائي المشاهدين. ومباراه استمتعنا واتمتعنا بنفسنا واتمتعنا، واحنا بنشكر كل من يشاهد اللقاء. شكرا لكم، شكرا لصفحه يلا هاندبول. وادي على طول كونتر اتاك، موجه هجوميه على طول نادي الزمالك بيرجع ولكن رجعت متاخر يا زمالك شويه، رجعت متاخر. كان خلاص هيقلب المباراه وهيقلب التاريخ كله. طبعا بهذه النتيجه اعتقد خلاص كده فاضل دقيقه وفرق 3 أهداف. هل هيستطيع ابناء القلعه البيضاء الفريق الزمالك الفريق الملكي انه يرجع للمباراه؟ لو دخلت دي خلاص خلص الاهلي، خلص الاهلي عن طريق احمد هشام بالهدف القاتل، هدف رقم 36 عشان تبقى النتيجه 36-32. باقي 6 ثواني 30 ثانيه اعزائي المشاهدين احبائي الكرام، ومعلقكم الرياضي فهد شلبي. واعتقد ان خلاص المباراة تنفذ أنفاسها الأخيرة في ظل تواجد الدكتور خالد حمودة ورئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، وكابتن مروان رجب مدير فني المنتخب المصري. وادي هدف جميل اهو دخل لنادي الزمالك، وكده يبقى النتيجة 36-33 لصالح النادي الأهلي. وشكرا لكل من هو يعني شاهد اللقاء، وانا تشرفت بكم وتشرفت باستماعكم للتعليق الجميل. وهنشوف ادي على طول هو دي الروح الرياضيه، على طول بيسلم لاعبي الاهلي مع لاعبي نادي الزمالك، وكده يصعد بهذه النتيجه نادي الاهلي للفاينل. في انتظار اعزائي المشاهدين احبائي الكرام، هات عليا عشان اعزائي المشاهدين احبائي الكرام في انتظار. اولا بنبارك للنادي الاهلي، عملتم مباراه جميله. بنبارك لنادي الزمالك الجميل، عملتم مباراه رائعه، عملتم مباراه العمر، ولكن لا اعمار. ولاعبي النادي الاهلي موجودين، لا اعمار. ولاعبي المارد الاحمر او شياطين العمر متواجدين. شابوه نادي الزمالك، فعلا اثبتتم النهارده انكم تستحقوا لقب البطوله وتستحقوا لقب كاس مصر. وما اعتقدش ان مباراه هي اللي بتوضح او بتقيم فرقه. ما اعتقدش ان مباراه زي كده ممكن تخسرها فرق 2 أو 3 او حتى لو فرق 3 36 ما اعتقدش انها تقدر تقيم فرقه زي فرقه نادي الزمالك. نادي الزمالك اكبر من كده بكتير، واكبر من ان هو يتقدم او يقيم بفارق هدف وحيد. الزمالك قلعه من القلاع
الهاندبول في مصر. بنبارك للنادي الاهلي طبعا بعد الخماسيه، خماسيه النادي الاهلي طبعا. النادي الاهلي ابطال كاس السوبر، ويعني دي يعني الفخر والشرف. كاس الاتحاد طبعا دي العزه والمجد، كاس السوبر ودي الفرحه الجديده على القلعه البيضاء، وابطال الكؤوس طبعا شاهدناها كلنا بنبارك للنادي الاهلي. واخيرا وهو ابطال الدوري المصري، وطبعا دي اخر فرحاك يا اهلي، ولا هيبقى في فرحه لكاس مصر؟ هنتابع وهنشوف اعزائي المشاهدين احبائي الكرام عبر صفحه يلا يد يلا هاندبول. وفي انتظار الجميل عبد الله الديدي بنحضر له الدنيا عشان يذيع. انتظروا مباراه قويه، مباراه غايه في الاثاره والرعب، الرعب من الطيران، الرعب من الاولمبي. انتظرونا عبر صفحه يلا يد يلا هاندبول. وانا بتشكر لحضراتكم على حسن الاستماع، وفاصل ونواصل ونرجع مع الزميل عبد الله الديدي في اللقاء مره ثانيه. وكان معكم معلقكم الرياضي فهد الشلبي.